السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم نشارك معكم طريقتي في الشنيك. من هنا ندوزو المقادير. هنا غادي نحتاجو عندنا نص كيلو ديال الدقيق مع واحد الفاني مع واحد الخمارة حمراء. هنايا عندي واحد البيضة، عندي شوية ديال الملحة، واحد 2 المعالق السكر حتى ل3 المعالق على حسب الرغبة. هنا عندي واحد المعلقة ديال الحليب مجفف، وهنا عندي خميرة الخبز. صافي هنايا تناخدو تنخلطو النواشف، نديرو الدقيق ونزيدو عليه قاع دوك المقادير اللي عندنا. كيما تشوفو غادي نزيدو المقادير. هنايا سرعت الفيديو شوية باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي هنا تنبداو نخلطو بالماء، من روبيني ماء عادي، تنزيدو شوية بشوية حتى تتجمع لينا العجينة. يعني ما نخليوهاش جارية بزاف وماشي قاصحة بزاف باش تعطينا الطوع، يعني باش نخدموها. صافي تنجمعوها هكايا مزيان مزيان، تنعلكوها واحد شوية ونخليوها ترتاح واحد 15 دقيقة ولا 10 ديال الدقايق ونرجعو ليها. صافي هنايا تنبداو التوراق، هنايا تنورقها بالنشا تنسرحو فوق سطح العامل وتنورق به كما تتشوفو في الفيديو. وخليناها جارية شوية وهكاك، يعني تكون يعني عاطية الطوع في الخدمة. صافي تنجيو هنايا تنحكو هنايا الزبدة، نديرلها شوية ديال الطحين باش ما تلصقش لنا بزاف في الحكاكة ديالنا. تنستمرو هنايا بهاد الكيفية هادي حتى تنساليو، يعني حتى تنقربو نساليو تيبقى لي واحد شوية منها. هنا تنرش عليها شوية ديال المايزينا وتسلويها بهاد الطريقة هادي اللي في الفيديو. صافي ونعاود نطلقها بالمدلك. ونعاودو نطويوها. ونعاودو نسرحوها فحال هكايا كيما تبان لكم في الفيديو. إلا بانت لنا معطاتناش الطعم مزيان تنغطيوها بواحد السلوفان بحال هكايا ونخليوها ترطب واحد 2 دقايق حتى 3 دقايق بزربة ترجع تعطي الطوع ونبداو نخدمو بها. صافي هنايا سرحتها فوق سطح العمل بحال هكايا كيما تتشوفو. تنسرحوها مزيان تتكون رقيقة شوية. وهنا انايا درت الحشوة، درت كونفيسير مربى ديال المشماش، ويعني الحشوة تبقى حسب الرغبة، يعني كونفيسير لا كريم باتيسير. صافي تنوزعو ديك الكمية اللي عندنا. صافي وزعتها على كاملة حتى على الجوانب. هنايا عندي شوية ديال الزبيب وشوية ديال الشكلاط قطعتهم وشوية طريفة صغيورة ولا تديرو بيبيت شوكولا. هنا عندي شوية ديال اللوز هرمش، يعني خضر يعني هرمشو صافي. قطعت واحد شوية بالموس طريفة هكايا باش تجي تقرميشة، تعجبني انا فيه تقرميشة. صافي تنبقاو نروليو فحال هكايا، تنروليوه مزيان وحنا تنزيرو، حنا تندورو حنايا تنزيرو باش ملي نجيو تنقطعوه ما يبقاش محلول معانا بزاف. صافي فحال هكايا. صافي وهاد القلبة هادي نقرصوها واحد شوية بحال هكايا، القريصات خفافين باش
تتنسج منا ديك العجينة ومتتبقاش لنا محلولة بزاف فواحد الجهة. صافي هنا تنبداو نقطعو بالخيط. الصراحة الخيط أسهل من الموس، تيجي يعني تيساعد بزاف صراحة. صافي هنايا تنقطعو الشنيك ديالنا، تنقرصوه واحد شوية على بنت لنا غليظة. أنا تيعجبني الشنيك يكون صغيور ورقيق بحال هكايا تنقطعو. صافي الطريقة ديال الخيط ساهلة وعملية زعما. هنايا وريتكم وحدة وحدة. صافي ملي تيتستانسو بيه يعني ملي تتولفو وتخدمو بالخيط بالزربة تيبقى يتقطع معاكم. صافي تنكملو بنفس الطريقة، تنقطعوه كامل ونستفوه في اللاطاش. صافي تنسرعو شوية بشوية باش تشوفو الطريقة كيفاش. صافي هنايا تنشفو في اللاطة ديالنا ونغطيوه ونخليوه فشي بلاصة دافية ونخليوه تا يختمر مزيان، يختمر لينا يعني واحد ثلث ساعة حتى ل25 دقيقة تيخمر. وندهنوه بحال هكايا بصفر د البيض، ندهنوه مزيان مزيان وندخلوه في الفران يطيب. نغسلو البيضة ونخليه يطيب مزيان. صافي بحال هكايا تندهنوه بالبيض، تندهنو الكمية كاملة اللي عندنا. وهادي الطاوة التانية تا هي دهنتها مزيان، دهنتها بصفر د البيض وغادي ندخلها للفران. غادي ندخلها على 180 درجة من تحت ومن الفوق. انا عندي هنايا فران ديال الضو شاحنته على 180 درجة. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الشنيك. بحال هكا صراحة تيجي لذيذ. انايا كاين شي حبات درت عليهم شوية ديال اللوز افيلي من الفوق، صراحة تيجي زوين بزاف، تيجي هشيش. العجينة ديالو تجي زوينة. وديك التقرميشة ديال اللوز حتى هي تتجي يعني تتزيد واحد المذاق تيجي زوين بزاف. وهذه هي الوصفة ديال اليوم، وشكرا لكم على المشاهدة، ونتمنى تدعموني بلايك و واحد ابوني، وشكرا لكم.